تخيل تكون في سكن الطالبات بالليل والهدوء مطبق حواليك. فجأة تسمع صوت خطوات جاية من الدور الفاضي اللي فوقك، مكان محدش بيقرب منه. ايه اللي هيحصل لما تقرر تطلع تشوف مين هناك؟ أسرار وغموض وأحداث هتخليك ما تقدرش ترمش بعينك. استعدوا لأكتر قصة مرعبة هتسمعها في حياتكم. في يوم هادي وعادي جدا في سكن الطالبات، الجو كان مايل للبرودة، الكل مشغول بالمذاكرة والاستعداد للامتحانات. فجأة سمعت سلمى اللي ساكنة في الدور الثالث صوت خبطة عالية جاية من الدور الرابع اللي معروف إنه بيكون فاضي أغلب الوقت. حاولت تتجاهل الصوت، فكرت إنه مجرد صوت جاي من الشارع، لكن بعد دقيقة سمعته تاني وبعدين مرة كمان. سلمى مسكت نفسها، قررت تطلع تشوف إيه الحكاية. لبست الجاكيت بتاعها، طلعت السلم بهدوء وهي حاسة بدقات قلبها اللي ممكن تسمعها من بعيد. وصلت للدور الرابع وكانت الدنيا ضلمة تماما إلا من نور صغير خارج من أوضة في آخر الكوريدور. خطواتها كانت بطيئة وهي ماشية ناحية الأوضة، كل صوت في المكان كان عالي بشكل غريب، حتى أنفاسها. لما وصلت قدام الباب اللي كان موارب، سمعت همسات متقطعة وكأن في حد بيتكلم مع حد تاني بصوت واطي جدا. سلمى خدت نفس عميق، قررت تخبط على الباب بخفة. مين هنا؟ سألت بصوت مهزوز وخايف. الهمسات سكتت مرة واحدة والهدوء سيطر على المكان. بعد ثواني طويلة الباب اتفتح ببطء، بس بدل ما تشوف زميلتها أو حد من الإدارة، سلمى لقيت نفسها قدام أوضة شبه مهجورة. الحيطان فيها متشققة وعليها آثار قديمة كأنها لمسة غامضة من زمن فات. جو الأوضة كان بارد بشكل غير طبيعي، وبرغم الضلمة شافت رفوف مكسورة عليها، كتب قديمة عليها أتربة وعنكبوت كأنها ما شافوهاش حد بقالهم سنين. فجأة الباب وراها اتقفل بقوة، صرخة مكتومة خرجت منها وهي بتحاول تفتح الباب تاني، بس كان مقفول كويس. قلبها دق بسرعة، حست كأن الوقت وقف. فجأة سمعت صوت خطوات بطيئة بتقرب من الكوريدور تاني بره الأوضة. الصوت كان زي وقع جزمة قديمة على الأرض الخشبية، كل خطوة بتقرب أكتر وأكتر. سمعت صوت حد بيهمس جنب ودنها، كنت لازم تبعدي عن هنا. والصوت كان بيتردد مع صدى المكان. سلمى بصت بسرعة لكن مفيش حد، بس حست بهوا بارد بيعدي جنبها وكأن حد عدى بسرعة. النور اللي كان طالع من شباك صغير في الأوضة ابتدى يتهز كأن في حد بيحركه. ابتدت الهمسات ترجع، بس المرة دي بقت أقوى وأكتر، كلمات مش مفهومة بلغة غريبة. كل حاجة كانت بتقول إن في سر كبير متشال في الدور ده، سر ما كانش المفروض حد يعرفه. فجأة ظهر ظل على الأرض قدامها، ظل طويل وغامض كان بيتحرك ببطء ناحية الحيطة. سلمى حست بأشعار مشيت في جسمها كله، صوت أنفاسها بقى أعلى من الهمسات الغامضة. الظل الغامض اللي قدامها ابتدى يتشكل كأنه شخص طويل بيحرك إيده ناحية الحيطة وبيكتب حاجة بأصابع ما فيهاش لون. الكلمات اللي ظهرت كانت باللون الأحمر المكتوم، كأنها مكتوبة بدم أو حاجة مش أقل رعب. مش كل الأبواب لازم تتفتح، ده كان المكتوب على الحيطة. سلمى كانت بتحاول تتحرك، تجري، تصرخ، لكن رجليها ما كانتش مطوعاها، كأنها اتجمدت في مكانها. وفجأة النور اللي كان جاي من الشباك اختفى بالكامل، بقى المكان في ظلام دامس. لحظة صمت مميتة عدت، بس بعدها اتسمع صوت ضحكة بسيطة، ضحكة مليانة تهديد وغموض. الضحكة قربت، سلمى حست كأن في حد بيقرب منها ببطء وبيبص عليها، بس ما قدرتش تشوف. حاجات على الرفوف ابتدت تتحرك لوحدها وتقع على الأرض بصوت بيكسر السكون المميت. الكتاب الكبير اللي كان مهمل على طرف الرف اتفتح بسرعة، وكأن حد غير مرئي بيقلب صفحاته. وفجأة وقف عند صفحة معينة، الصفحة كان عليها رسمة العين مفتوحة بتبص مباشرة على سلمى. الأوضة ابتدت تتهز كأن زلزال صغير بيضرب المكان. صوت الخطوات بتقرب تاني، لكن المرة دي أسرع وكأن اللي جاي مستعجل. سلمى كانت حاسة بالعرق البارد بينزل على وشها، لكن ما قدرتش حتى تمسحه. الأوضة بقت زي قلب بينبض، الحيطان نفسها كأنها بتتنفس وبتطلع أصوات طقطقة رهيبة. الكتاب اللي عليه العين
بقى ينور بضوء أحمر باهت، وكل ما النور يزيد العين تتحرك كأنها بتتبع حركة سلمى في الرعب ده. في اللحظة دي سمعت صوت همسة تانية، بس المرة دي كان واضح أكتر: انتي مش لوحدك هنا. الصوت كان قريب لدرجة إنها حست بيه جنب ودنها. حاولت تبص، لكن كل اللي شافته كان ظل بيتحرك في أطراف الأوضة وكأنها بتحاصرها. فجأة اتسمع صوت خبطة قوية على الباب من بره، كأن حد بيحاول يفتحه من بره بكل قوته. ضربات متتالية وقوية، ومع كل ضربة الأوضة تتهز وكأنها هتقع في أي لحظة. سلمى كانت عينها بتلمع بالرعب وهي بتبص حوالين الأوضة بتدور على أي مخرج، لكن مفيش أي حاجة واضحة. الأرفف وقعت على الأرض، الكتب اتفتحت، ابتدت تتقلب صفحاتها بسرعة بشكل مخيف، كأنها بتصرخ بصوت الورق اللي بيتقطع. وفجأة وقف كل شيء، السكون رجع، لكن المرة دي كان مخيف أكتر بكتير من أي صوت سمعته قبل كده. في اللحظة اللي الهدوء رجع فيها سلمى سمعت صوت أنفاس تقيلة مش بتاعتها، كان جاي من وراها. كانت أنفاس بطيئة واضحة، كأن حد واقف قريب منها يوشوشها في ضلمة الأوضة. ميلت راسها ببطء وهي بتاخد نفسها ببطء، النفس كان مخنوق. لقيت لمحة من ظل طويل واقف جنبها، بس بمجرد ما حاولت تتلفت تاني مفيش حاجة كانت باينة. الكتاب اللي في النص بقى يتقلب بسرعة تاني لوحده، بس المرة دي الصفحة اللي وقف عندها كان عليها رسومات قديمة كأنها رموز سحرية ورسمة شخص محبوس جوه دايرة. الرسمة دي ابتدت تنور بلون أزرق غريب، وكل ما النور يزيد حست برجليها بتتجمد أكتر في مكانها. الصوت اللي بره الباب هدي، لكن اتغير لصوت تمتمات غير مفهومة، كأن في حد بيقول تعويذة قديمة. ومع كل كلمة من التمتمة الجو بقى أتقل والهواء في الأوضة بقى خانق. فجأة الإضاءة الزرقاء انطلقت من الكتاب، نزلت زي خيوط بتتحرك على الأرض، اتلفتت حوالين رجل سلمى بتشدها لتحت كأنها بتحاول تربطها. حاولت تصرخ تتحرك، لكن صوتها كان مكتوم وكأن الحنجرة نفسها رفضت تتكلم. فجأة الباب اتفتح ببطء بصوت سرير مرعب، ظهر وراه ظل حد واقف، لكن ملامحه مش واضحة. كل اللي قدرت تشوفه هو لمعة عيونه في الضلمة بتراقبها بصمت. الظل اللي ظهر في فتحة الباب كان بيقرب ببطء، ومع كل خطوة المكان كان بيتحول لحالة من الهلع المكتوم. العيون اللي بتلمع في الضلمة كانت مليانة غضب، كأنها بتتحداها تتحرك. سلمى كانت متجمدة في مكانها، الخيوط الزرقاء اللي بتشدها من الكتاب ابتدت تنور أكتر كأنها بتستجيب لوجود الظل ده. صوت ضحكة صغيرة بس مليانة سخرية اتسمع جوه الأوضة، كأن في حد بيتسلى بتعذيبها. الظل اللي كان على الحيطة ابتدى يتحرك كأنها كائنات بتتراقص، والجو بقى مليان همسات متلخبطة. بعض الكلمات كانت بتوصل لها الماضي بيرجع، واللي فتح الباب يتحمل النتيجة. الظل قرب أكتر لحد ما بقى في نص الأوضة، وأول ما نور القمر دخل من الشباك شافت ملامحه. كان وجهه ممسوخ، نصه ضحكة مرعبة والنص التاني كأنه صرخة ألم متجمدة. فجأة مد إيده ناحية سلمى، كانت الإيد شبه شفافة محاطة بنفس النور الأزرق. كل حاجة حوالين سلمى بقت تدور بسرعة، الأرض، السقف، حتى أصوات الهمسات اتحولت لصراخات ملا المكان، كأن الجدران نفسها بتعيط من الرعب. وسط الفوضى المرعبة اللي كانت محوطاها سلمى فجأة حست بحاجة في جيب الجاكيت بتاعها. طلعت سلسلة صغيرة كانت جدتها دايما تقول لها إنها للبركة والحماية. من غير ما تفكر كتير مسكت السلسلة بقوة ورفعتها قدامها، وهي حاسة بإيمان جواها بينور حتى وسط الرعب ده. بمجرد ما النور الأزرق اللي في الكتاب شاف السلسلة بدأ يضعف، والتموجات اللي كانت على الأرض اختفت. الظل اللي كان بيرقص على الحيطة ابتدى يتراجع ويختفي واحدة ورا التانية، زي ما يكونوا خايفين من القوة اللي كانت في السلسلة. الظل اللي في نص الأوضة رجع خطوة لورا، كانت عينه بتلمع بنظرة غيظ قبل ما يتلاشى في الظلام ويختفي خالص. الأوضة رجعت لهدوءها وكأن كل اللي حصل كان مجرد كابوس. الكتاب قفل لوحده، باب الأوضة اتفتح ببطء، السكون رجع للمكان. سلمى أخدت نفس عميق، وقعت على الأرض من التعب والخوف وهي بتحس بنور أول شعاع شمس بيدخل من الشباك. عرفت في اللحظة دي إن اللي حصل مش هيتنسي، وإن السلسلة دي
أنقذتها من سر كان مستني أي حد يكتشفه من سنين طويلة. قامت بصعوبة، خرجت من الأوضة، قررت إنها مش هترجع للدور الرابع ده تاني أبدا. العبرة من القصة دي إن الفضول الزايد ممكن يجر صاحبه لمواقف خطيرة ومخاطر ما كانش أبدا يتوقعها، وإن في حاجات وأسرار أحسن تفضل مقفولة من غير ما نحاول نكتشفها. القصة بتعلمنا إن الإيمان والأشياء اللي بنعتقد إنها بتحمينا زي السلسلة اللي كانت مع سلمى ممكن تكون فعلا قوتنا وقت الشدة، وتساعدنا نتخطى أصعب اللحظات. ولحد هنا بتكون قصة الحكاية. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناة، يا ريت تتأكدوا إنكم فعالين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا في حلقة جديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير. باي باي.